شوف هذا يسموه رئيس دولة. نفسي ابن الشيخ آمود. أنا نعتبر نفسي ابن مصطفى بن العيد رحمه الله. يمكن مشاهد ولا هذا هو المقطع. ولا الحواس ولا لطفي ولا بوبالا، كل شهداء. إذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب، يجي يقول لك الجزائر نصها كانت تاع الدولة الفلانية. رئيس يتحدث خطاب ذبابي، عقلية ذبابية لم تعد فقط عما يسمى بالمستشارين اللي عنده في قلب الحراك، كانوا أخرجوا هكذا، داروا لي لبسة هكذا معينة ومانيش عارف وشيقي مانيش عارف، واللي شاد الإعلام نتاع الرئاسة، اللي شاد الإعلام نتاع الرئاسة بدل ما ينشرها في الحسابات غلط، في الحسابات الذبابية اللي يقوم بها في الفيسبوك، نشرها خطأ في إعلام في موقع الرئاسة تاع الفيسبوك، كانت دارت ضجة يومها. عقلية الذباب انتشرت لدى ما يسمى بكبار المسؤولين، من ما يسمى بالرئيس إلى الجنرالات إلى كبار المستشارين إلى كبار الوزراء إلى كبار المسؤولين في الوزارات. عقلية ذبابية عبر عليها بشكل بائس جدا هذا اللي يسموه الرئيس تبون، واللي الشعب الجزائري لم يخطئ فيه يوما واحدا. تبون مزور جابوه العسكر. طبعا كاين كلمات أخرى يعني لتبون وتبون الغبرة وتبون إلى آخره. يتكلم كلام ذبابي. تخيلوا أن رئيس جمهورية يتهم شخص بغض النظر على هذا الشخص، راح نتكلموا عليه وأنا تكلمت عليه كثير وقلت شخصيا يعني لدينا الحق أن ننتقده ونقولوا هذا صهيوني. نعم صهيوني، هو بوعلام صنصال هذا صهيوني راح لتل أبيب، ومن تل أبيب عبر عن إعجابه بالصهيونية، عبر عن دفاع عن الصهيونية، هاجم الفلسطينيين إلى آخره. إذن أن ننتقد بشدة حتى نهاجم نحن صنصال أو غيرنا أو أي واحد من حقه كأفعال صنصال، لكن أن نروحوا إلى باباه وأمه مجهول الهوية هذه كارثة. أي إنسان يقوم بها كارثة. ولذلك أنا كنت بعض إخواننا أيضا كان عندنا واحد راه الآن أصبح خائن على كل حال، كان دائما يقول ولاد الحرام. فقلت له خلينا من هذه كلمة ولاد الحرام، أنا ضدها يعني. إذا كان المعنى بها أنه الناس ما يعرفوش يعني كما يقولوا لخطاء، أو هذا كلام لا يجوز. ممكن نكونوا شرسين جدا في انتقادنا، بصح ما نروحوش نمسوا الناس في أعراضهم يعني. المهم الآن هذا ماهوش معارض أو مستشار أو ذباب من ذبابهم منتشر، أو هذا رئيس ما يسمى برئيس جمهورية، القائد العام للجيش، وزير الدفاع، رئيس الوزراء، مش عارف، يخرج ويتهجم على شخص يقول له أنت مجهول الهوية ومجهول النسب، ما يعرفش باباه. هل إلى أي حد انهارت الدولة الجزائرية؟ إلى أي حد انهار الخطاب السياسي مع هذا المفسدين في الأرض؟ والله لو قالها معارض غاضب لانزعجنا منه، لو قالها مانيش عارف من مستشار أو قالها إنسان عادي أو طفل صغير أو مراهق لانزعجنا منه. يقولها ما يسمى برئيس جمهورية، العالم كله يسمع، السفارات كلها تسجل، الإعلام كله يتحدث، الإعلام الفرنسي اليوم تكلم وغيره من الإعلام، حتى بعض الإعلام العالمي يقول لك وش بيه هذا الرئيس الجزائري يعني. خلونا نفصلوا شوية في الموضوع، خلينا نعاود نسمعوه باش نقولوا الكلمات نتاعو بدقة يعني، باش ما نغلطوش في التوصيف. ويعجبك يصفقوا عليه تصفيق حار. كل شهداء. إذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب، مجهول الهوية، يقول لك الجزائر نصها كانت تاع الدولة، مجهول الهوية مجهول الأب. إذن لص مجهول الهوية مجهول الأب.
لص والله ممكن تقال، لص في الخطاب السياسي، كلمة لص، كلمة خائن، كلمة ممكن تقال في حدود إذا كان هناك أدلة. أما مجهول الهوية ومجهول الأب فهذه في الشارع لا يقبل. أولا من الناحية الإسلامية، من ناحية الدين، بعض الناس طبعا يتحسوا كي تقول لهم من ناحية الدين، لكن من ناحية الدين يجلد تبون، يجلد، ما يجيبش 4 شهود يشهدوا باللي هذا بوعلام صنصال مجهول الأب، تبون يجلد ولا تقبل له شهادة. هذا فهمي أنا على الأقل. أنا طبعا عندما أتحدث في الدين أنا لست مفتي لكن أقول ما أفهمه أنا. إذا كنت مخطئ غفر الله لنا، وإذا كنت محق لعلنا نأخذ الأجر. لا تقبل له شهادة. وش معنى لا تقبل له شهادة؟ معناها يفقد الأهلية السياسية والمدنية. معناها لو كان جينا في تطبيق الإسلام على تبون يسقط من الرئاسة، لا يصبح رئيس. هذا إذا افترضنا أنه وصل للرئاسة بشكل مقبول وما جابتوش الدبابة يعني. أما عند القضاء وعند كل الأنظمة القضائية بالمناسبة، خاصة الأنظمة القضائية اللي هي مستمدة من قيم أخلاقية أو دينية هذه تعتبر تهمة كبيرة وكبيرة جدا. عند الناس بسطاء الناس تقول واحد مجهول الأب مجهول الهوية، الناس مرات تقدر ترتكب جرائم. ثم يا تبون، هل أنت اخترت أبوك أو أنا أو اللي راه يسمع فيا أو اللي راه تسمع فيا؟ لا، لم نختار أبائنا ولم نختار أمهاتنا. والناس اللي ولدوا من علاقة حرام بين رجل وامرأة هذو ما عندهمش ذنب، هذو ليس لهم ذنب فيما فعل أبائهم، لأن لا أحد منا يختار أبوه أو أمه، لا أحد منا. لا نختار أشقائنا، لا نختار شقيقاتنا، لا نختار أبنائنا، لا نختار بناتنا، ما نختارهمش. ربما نشاركوا في تربيتهم خاصة بالنسبة للأبناء. الإنسان ذكر أو أنثى قد يختار الزوج، المرأة قد تختار زوجها أو الرجل قد يختار زوجته، قد يختار، أقول مش دائما ممكن، لكن الأب والأم ما نختارهمش. وإذا كان هذا بوعلام صنصال ولد ونفترضه، أنا الآن عندي أدلة أن هذا الكلام مش صحيح، لكن نفترض أنه أمه ارتكبت الحرام وجابته في الحرام، هو مش مسؤول على ما فعلت أمه، هو مسؤول على أفعاله. نحن ندين أفعاله، ندين سلوكه. أي إنسان عاقل يحاسب الناس على أفعالها، على سلوكها، مش على باباه وش كان أو جده أو موش كانت أو أخوه وش كان. لا، يقول عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول عز وجل كل امرئ بما كسب رهين، بمعنى أن الله خالق الناس لن يحاسبهم أبدا على شكلهم أو لونهم أو لغتهم أو جنسهم، أو يحاسبهم على أعمالهم، على أفعالهم. تبون يحاسب في صنصال اللي احنا نعرفه أنه في سلوكه وأقواله صهيوني ومعادي للبلاد أكيد، لكن تبون جاي يحاسبه على باباه ويقول مجهول الهوية. ارتكبت هنا في الحقيقة جريمة على مستويات متعددة، جريمة دينية، جريمة أخلاقية، جريمة سياسية، جريمة اجتماعية، جريمة نشر التفاهة ونشر الاتهامات الباطلة في مجتمع دمرتوه أخلاقيا، وانت تقول ويسموك رئيس، ما يسمى برئيس جمهورية. طبعا احنا عمرنا اعترفنا بك وعمرنا لا نعترف بك، واعتقد ان هذه هي موقف اغلبية الجزائريين. ولذلك انا من هنا اخذ بيد كل رجل او امرأة، كل طفل او طفلة ولدت من علاقة حرام وهي لم تكن مسؤولة عنها او لم يكن مسؤول عنها، ونقول له انا اعتذر على، واي انسان عنده عقل يعتذر على ما قاله هذا السفيه تبون، لان هنا كلمة السفيه تليق عليه، بل هو الوصف الدقيق الذي يجب ان يقال له. اذا يا تبون الناس لا تحاسب ولا تجازى ايضا. يعني هذه تاع ابناء الشهداء مثلا احيانا مش صحيح الناس اللي ماتوا ابائهم الشهداء الى اخره يكون عندهم دعم، يكون عندهم، لان ماتوا ابائهم وهم يدافعون عن البلاد.
لكن هذا راكم مرات يديروا هذا تاع ابناء الشهداء ولا يتكلموا حتى على احفاد الشهداء ولا فونت كوميرس. فالانسان لا يحاسب، لا يعاقب ولا يجازى ايجابيا ولا يعاقب سلبيا بافعال ابائه او اجداده. هذا هو منطق الاشياء، وهذا هو منطق الدين، وهذا هو منطق اي منطق انساني عاقل. طيب تبون راك تقول عليه لص ومجهول الهويه ومجهول الاب. الم يكن هذا صنصال وباعترافكم، اعتراف مثلا الوزير الهاشمي جعبوب قبل فتره اللي كان وزير الصناعه، اللي يقول باللي انه كان مسؤول، ان صنصال كان مسؤول كبير في وزاره الصناعه، وانه لم يكن ياتي للمكتب، وانه كان يقضي اغلب وقته في فرنسا، لم يكن مسؤول كبير. ولم يقل هذا صنصال للهاشمي جعبوب حسب تصريحه بانه قال له ما تفتحش هذا الملف لانه اكبر منك وانني موجود في فرنسا باوامر اعلى منك، يقصد المخابرات. انا الان عندي ادله بأن بوعلام صنصال الذي ذهب إلى تل أبيب عدة مرات وهاجم منها الجزائر بالمناسبة، يعني الإصابة هذه أصابها فقط الإزعاج والانزعاج لأن العلاقة ولا تخص الجيران، تخص المغرب. لكن عندما هاجم صنصال الجزائر وفلسطين وغيرها من تل أبيب كان ما زال يدخل الجزائر. صنصال لم يحصل على الجنسية الفرنسية إلا في السنة الماضية أو يعني في سنة وسنتين الماضيتين فقط، والذهب مرسوم رئاسي، يعني لم يأخذها بطريق الطبيعي. لماذا لم يأخذها بالطريق الطبيعي؟ لأنه كان يقضي أوقات كثيرة في الجزائر، كان داخل خارج على الجزائر. زوجة صنصال اليوم راهي في الجزائر، راهي مريضة في الجزائر، ما دخلتش معاه، يعني كانت موجودة يعني هي أغلب وقتها مقيمة في الجزائر، وصنصال أغلب وقته في الجزائر. كان زار تل أبيب عدة مرات، عندهم يقولوا أنه اللي يزور تل أبيب من الجزائريين يعاقبوه، على أساس يعاقبوه، هو يعاقبوا فقط كاش واحد ما يعجبهمش يعني، أما هما ما عندهمش مشكل. هما كانوا أرسلوا خليدة مسعودي وبعدين عينوها وزيرة، أرسلوها إلى تل أبيب في 2002 إذا ذاكرتي جيدة، ثم عينوها وزيرة اللي كانت زميلة تبون. إذن بوعلام صنصال كان يدخل ويخرج على الجزائر ولم يكن معه جواز أجنبي، وهذه المرة أيضا دخل بجواز الجزائري. لماذا لم تعاقبوه من قبل وانتم تقولوا راكم قاطعين إسرائيل؟